والله. ده سهم أكرو مصر، واحد من حبايبنا طلب سهم أكرو مصر. بص يا حبيبي، أكرو مصر إن شاء الله لسه في صعود تاني. تمام، بس تحاول بعد الصعود ده يعني ايه، بعد ما يعدي القمة اللي هو عملها، تحاول بعد كده ايه تخرج من السهم، ان بعد كده ممكن يبدأ يصحح تصحيح طويل شوية. فهو حاليا لسه ان شاء الله عندي موجة تاني صاعدة. تمام، هو نزل لك اهو زي ما احنا قايلين كل مرة، بنقول نفس الحكاية دي. دايما الموجة واحد اهي، هنا جت موجة اتنين، هنا ترسم قناة سعرية. موجة تلاتة جت اندفاع قوي، اخترق القناة السعرية وخرج منها، كده دي موجة تلاتة. موجة أربعة بينزل تاني، إما ينزل لك عند الحد العلوي، أو ممكن يخش القناة السعرية تاني، أو ممكن يجي عند خط المنتصف، ممكن يجي عند الخط السفلي للقناة السعرية. فكل دي موجة أربعة. تمام، بعد كده بيدينا صعود تاني. طبعا هتبدأ الإيجابية امتى؟ أول بقى ما يخرج من القناة السعرية تاني ويبدأ يصعد تاني ويديك قمة تاني. والقمة دي ممكن تروح لك فين؟ يعني بالتقريب كده، لو رسمنا فيبوناتشي من هنا لهنا، تمام، فجت لك واحد تقريبا عند 161، أو تعدتها كمان بشوية. فممكن رقم خمسة ممكن تجيلك عند 261 اهو، أو قبلها، أو يعني ممكن اقل منها شوية يعني. طول ما هو يتجاوز معاك القمة دي، المفروض انت خلاص تبدأ تبيع بقى وتخرج من السهم، عشان بعد كده السهم هتلاقيه يبدأ يصحح معاك، ان هو كده اصلا يعني يعتبر خلاص. يعني دي ممكن الموجة الخامسة من الخمسة، فاهمني؟ بعد كده يخش معاك في تصحيح. ممكن برضو يعني زي ما احنا شرحنا قبل كده، تيجي القناة السعرية دي تروح توسع القناة السعرية. تمام، تستناه بقى يعني ممكن يتعدى القمة دي، لو هو مثلا تعدى القمة دي وجالك عند الحد المنتصف في القناة السعرية، فدي أماكن بيع. تمام، لو هو مثلا شد حلو شوية وصعد وتعدى الخط المنتصف وتعدى القمة، يبقى ممكن يجيلك فين؟ عند الحد العلوي للقناة السعرية دي. تمام، ده اللي هو أكرو مصر على السريع كده. برضو اللي هو تاني، آه منفيس تقريبا. منفيس برضو نفس الحكاية، عنده لسه صعود تاني. سهم منفيس نفس الحكاية، نفس الوضع. يعني بقى اهو لسه فاضله موجة صعود تانية. اهو رسمنا قناة سعرية على الموجة رقم واحد، هبوط هنا الموجة رقم اتنين، اندفاع قوي، صعود قوي في الموجة رقم تلاتة. الموجة أربعة إما تجيلك عند عند الحد العلوي، ممكن يكسرها شوية، يخش عند خط المنتصف. تمام، بالكتير خالص ينزل لك هنا يعني. بص، فهو على فكرة ممكن لسه في نزول تاني، ممكن يجيلك عند القاعدة، قاع الشمعة دي اهو، بعد كده يديك صعود تاني. ده اللي هو منفيس، يعني ممكن اول يبقى فيه شوية هبوط، يجيلك عند اهو عند القاعدة، قاع الشمعة دي. تمام، او ممكن يكسرها بحاجة بسيطة. فهو ان شاء الله لسه في صعود تاني. تمام، ممكن نرسم له هدف فيبوناتشي من هنا، من بداية الصعود اللي هو من هنا، اللي هو على على الموجة رقم واحد لحد تصحيح الموجة رقم اتنين. فممكن يوصل معاك عند 261. عموما اي تعدي القمة دي، يعني انت مفروض تبدأ تبيع بعد كده. تمام، ده منفيس. شكرا.